الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الخلاف والصراع بين الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق حزب العمال الكردستاني في تركيا، طبيعي أن يعبر هذا الصراع عن نفسه في سياقات إعلامية وتوترات وتشنجات، وكل جهة تلتمس لنفسها المبررات والأعذار. طبعا انخرط في هذه المعمعة الكثير من الفنانين والمثقفين وما إلى ذلك، من تنويعات الوسط الثقافي. ما لفت انتباهي هنا هو أنه إقليم كردستان العراق كان أيضا منقسم. المثقفين الموالين لحركة جوران والموالين للاتحاد الوطني الكردستاني تجاوزوا حتى على المستوى العلني خطابات أحزابهم، يعني كانوا أكثر تطرفا من السياسيين. يعني مثلا لم نجد بيانا يصدر من حركة جوران تطالب حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها إلى المناطق التي يفترض أن يتواجد فيها كجبهة خلفية أو منطقة لوجستية لصراع العمال الكردستاني مع تركيا. وليست هنالك أي مشكلة في أن كرد العراق وأحزابنا السياسية يستمرون في دعم هذا الكفاح والنضال من أجل الحقوق الكردية. معلوم أنه برلمانيين جوران وبرلمانيين الاتحاد الوطني الكردستاني ذهبوا إلى تركيا لكي يدعموا حزب هدب، يعني سياسيا وإعلاميا، في الانتخابات البرلمانية السابقة. وعادي لكن من غير المسموح أن يكون لهذا الحزب منطقيا وعقلانيا وسياسيا أن يكون له منطقة نفوذ سياسي وإداري في كردستان العراق، لأنه أصلا ليس حزبا كرديا عراقيا. يقاسم الأحزاب الكردية العراقية مناطق النفوذ والإدارة والسيطرة. أصلا منطقة كردستان العراق تعاني من انقسام عمودي وأفقي، يعني على مستوى الإدارات والسياسات. وأضاف حزب العمال الكردستاني إلى هذا الانقسام انقساما أعمق وآخر. وللأسف الشديد الأوساط الثقافية في القريبة أو التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أو التابعة لحركة جوران، خطابها كان أكثر، كان خطابا أوجلانيا بحتا صرفا، ربما يوازيه ويضاهيه الخطاب الأوجلاني الآبوتشي الموجود لدى حزب الاتحاد الديمقراطي. حزب الاتحاد الديمقراطي فهمنا أنه هو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، لكن حركة جوران هل تعتبر نفسها فرعا من حزب العمال الكردستاني؟ الاتحاد الوطني الكردستاني أسسه إمام جلال طالباني في 75 قبل تأسيس وقتها. يعني حزب العمال الكردستاني كان في الطور الجنيني في 75، يعني مجموعة من الشباب يتداولون أفكار سياسية معينة. يعني تأسيس الاتحاد الوطني سبق تأسيس حزب العمال الكردستاني ب3 سنوات. إجمالا هنالك يمكن ترتيب مستويات التفاعل الثقافي مع هذه الأزمة في الأوساط الثقافية الموالية والمقربة أو العاملة في مؤسسات جوران وفي مؤسسات الاتحاد الوطني على أكثر من مستوى. قسم من هؤلاء مع مبررات حزب العمال الكردستاني، حتى ولو لم تكن منطقية أو خارج الأصول والأعراف في كردستان العراق، ليس حبا في العمال الكردستاني بل كرها في الديمقراطي الكردستاني. قسم آخر منسجم إلى حد ما مع العمال الكردستاني، وهو شكليا في حركة جوران
وفي الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن فعليا وجوهرا هو مع العمال الكردستاني، يعني تأوبش أو صار آبوتشي، لكن هو يحافظ على مكانته ومقامه وموقعه وعضويته في هذه الحركتين الكرديتين العراقيتين، لكنه قلبا وقالبا مع العمال الكردستاني. هذا كمان موجود يعني، وطبيعي أنه أن يحدث هنالك اختراقات بين قوسين سياسية وإيديولوجية داخل القواعد الجماهيرية والقواعد الحزبية في حركة جوران والاتحاد الوطني الكردستاني من قبل حزب العمال الكردستاني. يعني حزب العمال الكردستاني صار له أكثر من 20-30 سنة عم يشتغل في هاي المناطق، مش معقول ما أثر على كم كاتب أو مثقف أو سياسي أو إعلامي. لا يعقل يعني. قسم آخر يعني هو خاضع لاعتبارات الوظيفة، يعني ممكن أن يكون في جريدة أو قناة تلفزيونية أو أي مؤسسة يتقاضى راتب معين، وهو يعني على هوى السوء بسوء، يعني وفق اعتبارات والتزامات المؤسسة التي يعمل فيها. ضمن هذه المقتضيات يكتب ويسطر ما من شأنه تبرير موقف حزب العمال الكردستاني والهجوم على الديمقراطية الكردستانية. هذا الواقع مفهوم يعني في مناطق سيطرة ونفوذ الاتحاد وحركة جوران. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يفترض أن يكون لديه مثقفين ويفترض أن يكون لديه يعني اتحادات ونقابات ومؤسسات ثقافية يعني وأدبية، هذه المؤسسات وهؤلاء المثقفين، يعني أنا ما شفت أي دور وازن ومهم لهم في هذه المسألة. هم يعني حزبيون، أليسوا إذا لم يكونوا مقتنعين من أداء حزبهم، وإذا كانوا يعني على يقين وإيمان ببطلان موقف حزب الديمقراطي الكردستاني فليبدوا مواقفهم، يعني لا يعني يدعوا ضمائرهم يعني ساكتة أو صامتة أو تلتزم الصمت. لا، إذا بيشوفوا أنه حزب العمال الكردستاني على حق فليتضامنوا مع هذا الحزب ويعلنوا الموضوع أنه نحن مثقفي البارتي نرى أن حزبنا قد اشتط وطغى وحزبنا تطاول، وحزبنا يعني يحتل مساحات واسعة من ديار بكر ومن ديرسم ويعرقل أداء وسياسات وممارسات حزب العمال الكردستاني في كردستان تركيا. ويعني كل ما يقال عن حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق ارتكبه واقترفه، لنفترض جدلا، حزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا. وهؤلاء المثقفين يجدون أن أداء وسياسات حزبهم الديمقراطي الكردستاني ليست في محلها، فما يعني يشرعن لنفسه في تركيا ينبغي أن يشرعن لحزب العمال الكردستاني أيضا. طبعا في حال وجود هكذا الشيء، في حال لو كان للحزب الديمقراطي الكردستاني اختراق وسياسات وقواعد جماهيرية وأحزاب وإعلام وكل الكوارث وقوات عسكرية وكل الكوارث التي اقترفها العمال الكردستاني في كردستان العراق، لو كان الديمقراطي الكردستاني اقترف مثيلا لها في كردستان تركيا لقلنا أنه فعلا مثقفي الديمقراطي الكردستاني له موقف وطني أخلاقي ثقافي صرف موضوعي بعيد عن الهوية الحزبية. صحيح أنهم حزبيين وبارتيين وبارزانيين، لكن موقفهم فعلا موقف متوازن. طبعا لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا يوجد شيء. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه ما لدى حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. الديمقراطي الكردستاني ليس لديه في تركيا ما لدى العمال الكردستاني في كردستان العراق. لكن هذا الصمت المريب في البارزانيين من المثقفين، البارتيين من المثقفين من كرد العراق، لم أجد له. يعني أحيانا على العكس تماما، أحيانا يعني أشوف أنه بعض السياسيين
أو حتى بعض المثقفين يعني متراخين ومعتدلين في خطابهم الإعلامي حيال سلوك وأداء حزب العمال الكردستاني إلى شكل يعني بشكل كبير. هذا أمر غريب، يعني حتى الآن لم يصلني كشخص معني بالشأن العام وله يعني تجربة في حقل الكتابة والثقافة، لم يصلني حتى الآن أي بيان من مثقفي كرد العراق يعني حملات جمع تواقيع، مواقف تحشيد، مواقف ثقافية وإعلامية بالضد من سلوكيات حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. لم يصلني حتى الآن أي شيء بهذا الخصوص. هل هذا يعني أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس في أوساطه الحزبية مثقفين وكتاب وأدباء؟ طبعا لا، يوجد كتاب وشعراء وأدباء وفنانين وموسيقيين داخل أو موالين للحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب، فرضية أخرى، هل هؤلاء المثقفون والكتاب والأدباء والشعراء البارزانيين والبارتيين الموالين للديمقراطي الكردستاني أو المنضوين في هذا الحزب، هل هم يعني الجانب الوطني لديهم يغلب الجانب الحزبي، أو الجانب الكردستاني لديهم يطغى على الجانب الإقليمي الكردي العراقي؟ طبعا هذا أيضا ليس صحيحا. إذن أين المشكل؟ هنالك في تقديري مشكلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يتعلق بالقطاعات الثقافية والحراك الثقافي والإعلامي غير المنسجم تماما مع خطورة المرحلة، مع خطورة أو التهديدات المحدقة بكردستان العراق أو بالديمقراطي الكردستاني من قبل العمال الكردستاني. هذا الأمر حتى الآن للأسف الشديد لم ألمسه، وأقول للأسف الشديد لماذا؟ لأنه يعني الواجب الحزبي يملي الدفاع عن الحزب، يعني الالتزامات الحزبية تملي من المثقف والكاتب والأديب إذا كان منتميا لبيئة حزبية أن يدافع عن هذا الحزب بطريقة أو بأخرى. يعني هذا أنا 20 سنة كنت مؤيد للعمال الكردستاني وكنت أدافع عن هذا الحزب، وندافع عن هذا الحزب حتى يعني كنت أنتقده، لكن أحاول قدر المستطاع تخفيف الانتقادات عن هذا الحزب نتيجة ميلي السياسي والإيديولوجي لهذا الحزب، ويعني كنت على خطأ بهذا الخصوص واعتذر. لكن الموضوع الآن في المقابل الديمقراطي الكردستاني مثقفي وأدباء هذا الحزب غير موجودين. على العكس تماما، أنا ملاحظ أنه إعلام الديمقراطي الكردستاني يعول كثيرا على كرد سوريا، على البارزانيين والبارتيين والموالين للنهج والخط البارزاني ومن هذه القصص والديباجات من الكرد السوريين. الآن كرد سوريا أكثر فاعلية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، انحيازا وتأييدا ودعما للديمقراطي الكردستاني ولكردستان العراق أكثر من كرد العراق أنفسهم، أكثر من مثقفي البارتي وأعلام البارتي، سواء كان روداو أو كردستان 24 أو المواقع الإلكترونية. يعني بس فوتوا على موقع باس نيوز القسم العربي أو القسم الكردي أو يعني القنوات الفضائية، راح تلاحظوا أنه على مستوى المثقفين والأدباء والشعراء أو النشطاء أو يعني كل هذه المستويات، الفعل والحراك الكردي السوري يتجاوز الفعل والحراك الكردي العراقي من أنصار الديمقراطي الكردستاني بأشواط. يعني هل راجع الديمقراطي الكردستاني أداءه الإعلامي على كل الأصعدة يعني والأداء الثقافي؟ هنالك أعتقد اتحاد أدباء ومثقفي دهوك
رئاسة الصديق حسن السليفاني، إن لم يكن تابعا للبارتي فأغلبه موالون أو مقربون من البارتي. لا يمكن أن نقول بأنه مستقل 100%، لكن هذا الاتحاد لم أجد له موقفا موازيا أو موقفا يقارب الاتحادات الثقافية والمستقلة الموالية لحزب العمال الكردستاني. هذا شيء بصراحة غريب. مش بس يعني اتحاد أدباء دهوك، الكثير من النقابات ومن المؤسسات الثقافية والأدبية ودور النشر والمنتديات، كل هذه التفاصيل في كردستان العراق. أنتم تتحدثون عن دولة. أين وزارة الثقافة في كردستان العراق؟ يعني صحيح كما قيل لي بأن وزارة الثقافة في كردستان العراق هي الأكثر فسادا من ضمن وزارات الإقليم، لكن هذا الفساد ينبغي أن يكون ولو في الحد الأدنى مصحوبا بفعل ثقافي، نشاط ثقافي مؤيد ومدافع عن تجربة كردستان العراق وعن حزب كردي عراقي يتعرض للاعتداء، يعني الاعتداء الإعلامي، الاعتداء السياسي، الاعتداء يعني قضية التخوين. حزب العمال الكردستاني منذ 7 سنوات وهو يستهدف هذا الإقليم ويستهدف قيادات هذا الإقليم، يعني مسعود بارزاني ونيتشيرفان بارزاني ومسرور بارزاني. هؤلاء يعني شئنا أم أبينهم قادة كرد عراقيون، صحيح لديهم وضعية رمزية لدى كرد سوريا، لكن الأجدى بالدفاع عنهم والترافع عنهم من كرد العراق. وهذا ما لم ألمسه حتى الآن، وإن كنت مخطئا أتمنى من الأصدقاء في كردستان العراق، مش كرد سوريا، مش هلا يطلع لي واحد كردي سوري من القامشلي أو من ديريك في أوروبا أو في الوطن ويطلع ويهاجم وينتقد. يعني أنا في إحدى المرات أشرت إلى الانقسام الداخلي في العائلة البرزانيون، وهذا انقسام قديم ويعبر نفسه عن حاليا كمان موجود، وهذا من طباع الأمور في العوائل اللي لها طابع يعني أو امتداد أو تأثير في السلطة أو مسيطرة على سلطة. العوائل الحاكمة والمالكة فيها هيك مشاكل عادي، يعني هذا من طباع الأمور. كرد العراق وافقوا. الكثير من أصدقائي من كرد العراق منهم من لم يتكلم بحرف، ومنهم من صادق على هذا الرأي وأكد وجود خلافات داخل البارتي في هذا الخصوص. بس كرد سوريا يعني شنوا علي هجوما أكثر من بشاعة وتشنيعا من هجمات الآبوتشيين. مقصدي من هذا الكلام أنه الحراك الثقافي الكردي العراقي فيما يتعلق بهذه الأزمة يكاد أن يكون معدوما، وهذا أيضا يعني سؤال غريب أو موقف غريب يطرح سؤالا ملحا على الأوساط الثقافية في كردستان العراق. لماذا؟ ولماذا الحزب الديمقراطي الكردستاني يستند في هذه المسائل على كرد سوريا؟ في قنوات التلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي دائما العناصر التي تهاجم العمال الكردستاني هم أكراد سوريين أكثر من كونهم كرد العراق. يمكن كرد العراق في 1 أو 2 من القيادات السياسية تبقى يعني تنتقد بحده وبحسم وبجرأة، لكن قيادات أخرى يعني لا أعلم ما هي الإجابة. يفترض الديمقراطي الكردستاني وأنصاره من المثقفين والأدباء والكتاب والشعراء هم الذين يجيبون على هذا التساؤل. هذا 1. 2 أدلى آلدار خليل بتصريح لوكالة هوار، وهي وكالة حزبية، يعني تناول فيه هذا الصراع وكشف عن يعني وفضح الأحزاب المنضوية والعرب وكل في مجلس سوريا الديمقراطية
وفي الإدارة الذاتية الديمقراطية يعني فضح الديكور كلياته على أن قرار الإدارة هو الاصطفاف مع حزب العمال الكردستاني ضد الديمقراطي الكردستاني، وهذا واضح يعني بالصوت والصورة. طبعا لفت انتباهي أنه هذا الحوار الفيديو تبعه على قناة وكالة هوار، وراح نزل صورة يعني الفيديو بعد مرور 3 أيام من تنزيل الفيديو. عدد المشاهدات يعني يمكن 93 94 مشاهدة على مدى 72 ساعة على امتداد 3 أيام. نحن حاليا في 17 حزيران. طبعا هذا مؤشر، لأنه المشتركين في قناة وكالة هوار على اليوتيوب يمكن 1400 شخص حسب الموجود. طيب يعني مدى التفاعل ومستوى التفاعل كان يعني ما بعرف قديش فيني قدر 93 مشاهدة مع رقم 1400 مشترك في هذه القناة. يعني إذا هذا مؤشر لآلدار خليل إنه ما حدا بيتابع كلامه. اللي بيتابع كلامه يمكن أنا أو آخرين. طبعا أنا بتابع كلامه مش لأنه كلام كتير مهم، يعني لأنه كلام، ومش لأنه كلام كتير عميق، بس لأنه بدي أعرف يعني جميل بايك شو ناوي. لأنه جميل بايك يعني متكتم وما بيحكي كتير هيك بزيادة، فإذا بدي أعرف شو جميل بايك على شو ناوي بروح أحيانا بسمع لآلدار خليل شو بيحكي. هذا من جهة. فشفت هذا الحوار انه على اليوتيوب مش جايب هيك نسبة مشاهدات، تكاد تكون معدومة، وهذا مؤشر انه ما حدا هيك متلهف للاستماع لآلدار خليل وخطبه العسماء وفلسفته والسيستم تبعه والمشاريع اللي عم يحكي عنها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه هذا محتوى هذا الحوار وثيقة ضد كل هؤلاء المنخرطين في هذه العملية. يعني بكرة طبقا لهذا الحوار ولا يمكن أن يشذ لا جمال ملا محمود، لا محي الدين شيخالي، لا محمد موسى، لا صالح قدو، كل هذا الطقم من السياسيين والأحزاب وقادة الأحزاب لا يمكنهم أن يشذوا عن هذا الخطاب، لأنهم منخرطين في هذه العملية، وسيقفون صفا واحدا مع حزب العمال الكردستاني ضد الديمقراطي الكردستاني وضد إقليم كردستان العراق. والشاطر منهم يقول لا، والشاطر منهم يأتي بتصريح منحرف أو لا ينسجم مع ما قاله آلدار خليل الناطق باسم جميل بايق في كردستان سوريا. طبعا لن أتناول الحديث بكامله، فقط يعني عدة نقاط سأحاول التعليق عليها في عجالة. يقول آلدار خليل: نضال الشعب الكردي وصل إلى مرحلة متقدمة وشارف على تحقيق الانتصار، والاحتلال التركي يتجه نحو الهزيمة. يعني هذا الكلام قاله عبد الله أوجلان في التسعينات. فيا سيد آلدار خليل، يا ماموستا آلدار خليل، تكرار هذه المقولات وهذه الوعود ويعني شارف على الانتصار. انت صار لك، قالها أوجلان سابقا وثبت بطلان كل التصريحات التي قالها زعيمك، وقالها قرائيلان وجميل بايك ودوران كالكان وكل هؤلاء الذين تأتمر بأمرهم وتأخذ تعليماتك منهم، قالوها قبلك وثبتت وأثبتت السنوات والمعطيات والحقائق
زيف هذه التصريحات. يعني شو نضال الشعب الكردي وصل إلى مرحلة متقدمة وشارف على تحقيق الانتصار. أنت صبح ومساء، قبل الغداء بعد الغداء، قبل الفطور بعد الفطور، عم تقول انتصرنا في باكور، وانتصرنا في روجافا، وانتصرنا في كل مكان، وانتصرنا في زاب، وانتصرنا في قاري، وحياتك كلها انتصارات في انتصارات. وهلا جاي لي بتقول انه والله شارفنا على الانتصار. طيب كل هذه الانتصارات السابقة شو فينا نسميها؟ هزائم؟ شو نسميها يعني؟ إذا أنت في عفرين انتصرت، وفي كوبان انتصرت، وفي زينة ورتة، وفي قاري، وفي دائما تنتصر. أنت لا تدخل معركة تخرج فيها مهزوما. طبعا عندما تكلمت تقول حزب العمال الكردستاني في تاريخ حزب العمال الكردستاني لا يقول إنني دخلت معركة وانهزمت، رغم وانسحب وتنازل وتخبط في استراتيجيته وترك مواقع كثيرة وهزم في عفرين، وهزم لولا التحالف الدولي لكان كوباني أيضا راحت، وهزم في رأس العين وفي تل أبيض، لكنه يبقى منتصر. وبعد كل هذا الحديث عن الانتصارات بيقول يعني شارفنا على تحقيق النصر، لسه ما حققنا النصر. طيب هذا الكلام عن الانتصارات وين أصرفه؟ يعني الكلام السابق عن انتصاراتكم ما محله من الإعراب حاليا، طبقا وقياسا على هذا التصريح وحديثك عن اقتراب الشعب الكردي من الانتصار، وأنه الاحتلال التركي نحو الهزيمة. أي هزيمة يا رجل؟ أي هزيمة؟ يعني أنت من كل عقلك يعني عم تحكي الهزيمة، بدك تهزم دولة طويلة عريضة صار لك 40 سنة وعشرات الألوف من الضحايا، وهلا جاي بتقول لي رح نهزم والاحتلال التركي قارب على الهزيمة. يعني مين المجنون والأهبل والمسطول اللي فيه يصدق هيك كلام؟ مين هذا؟ والله يخلي يجي بيقول فعلا هذا كلام منطقي ومتوازن ومنسجم ويعني فيه وينتمي إلى آداب وأعراف النضال والعمل السياسي. الشعب الكردي شارف على تحقيق الانتصار، والاحتلال التركي يتجه نحو الهزيمة. ممتاز. إذا في هيك شيء بعد 6 شهور راح يجي يحاسبك على هذه التصريحات، أو بعد سنة. يعني غريب. ومع اختلال توازنات الدولة التركية وحلفائها يسعون لحماية وجودهم، يرون، شوفوا الكلام، يرون أن هنالك مشاريع كثيرة في الشرق الأوسط وكردستان، وبين تلك المشاريع يرون الخطر الأكبر عليهم المشروع الذي طورته الحركة الكردية والتحررية، طبعا هو بيقصد حزبه، بناء على فلسفة الأمة الديمقراطية. هلا فلسفة الأمة الديمقراطية تشكل خطرا على تركيا؟ يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. يعني بدها شفة قهوة. فلسفة الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية تشكل خطرا على تركيا، ولهذا السبب تركيا تشن الحروب وتزج بجيشها في حروب وتستنفر السلاح الجوي والبحري وكل هذه التفاصيل، يعني لأنه والله خايفة من مشروع الأمة الديمقراطية ومن مشروع الجمهورية الديمقراطية وأخوة الشعوب. يعني هذا كلام الله، هذا كلام بيحكي واحد يعتبر نفسه سياسي. وليش؟ يعني لأنه هذا المشروع يهدف لخلق مجتمع جديد على أساس الحرية وبريادة نضال المرأة التحرري. هذا المشروع المرعب لتركيا، أنه المرأة إذا انخرطت في النضال التحرري فهذا بيخلي تركيا تستنفر جيشها وتتخذ قرار الحرب نظرا لخطورة هذا المشروع الاجتماعي السياسي الأيديولوجي التحرري. تعالوا ضبطوا هذا الكلام ومدى توازنه وانطباقه على الواقع والمعطيات.
يرون في هذه المشاريع خطرا ويهاجمون منذ سنوات جميع أجزاء كردستان، لا يريدون انتصار هذا المشروع، مشروع حزب العمال الكردستاني في الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية. تركيا لا تريد انتصار هذا المشروع، بتهاجم كل أجزاء كردستان فقط لوعد هذا المشروع. يعني هذا الكلام في الحديث عن المشاريع والكلام الهلامي والطوباوي واللي ما بعرف، ممكن يعني يصدقوا يعني بسطاء أو يعني مخدوعين، ممكن أن يصدق يعني. بس بدي شي واحد مثقف يجي ويمسك هيك بياقة آلار ويقول له تعال هون، يعني شو هذا الكلام؟ يعني مدى نسبة العقلانية والمنطق في هذا الكلام. هؤلاء المثقفين الموجودين، مش بس الآبوتشيين، الموجودين في حزب الوحدة، الموجودين في حزب اليسار وحزب طبعا أنا أقصد بحزب الوحدة شيخ آلي، جماعة شيخ آلي يجوا يحاسبوا آلدار خليل ويقولوا له يا أخي شوي علينا، شو هالكلام الكبير، أنت بتتكلم كلام صعب على أمثالنا فهمه، يعني خدنا بحلمك يا أستاذ آلدار، أعطينا شوي هيك كلام متوازن على مستوانا، بعدين احكي عن الانتصارات والهزائم اللي انتصارات يقترب منها النضال الكردي، والهزائم التي شارف عليها الاحتلال التركي. هذا الكلام يذكرني بتصريحات عبد الله أوجلان في 96 اللي صدرت في كتاب قائد والشعب 7 أيام مع أبو، الحوار اللي أجرى الأستاذ نبيل ملحم مع عبد الله أوجلان، ترجم وصدر في كتاب وقت ذاك. أوجلان شو كان عم يحكي؟ أوجلان كان عم يحكي عن هجرة الشمال إلى الجنوب، واعتبر كرد سوريا كلهم مهاجرين أو أغلبية كرد سوريا مهاجرين، ونفى وجود كردستان في سوريا، ونفى وجود قضية كردية في سوريا كمان. لكن الكارثة وين؟ الكارثة أنه أوجلان قال أنه سيعيد الهجرة من الشمال إلى الجنوب يعكسها. بيسألوا نبيل ملحم شو قصدك يعني، فبيوضح أوجلان هذا القصد، اللي بده بإمكانه يرجع للكتاب لا يتأكد من هالتصريحات. بيقول أوجلان أنا سأعكس حركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال، يعني من سوريا، من كردستان سوريا إلى كردستان تركيا، والنظام السوري راضي عن ذلك. النظام السوري راضي عن ذلك. هلا كلام أوجلان واضح، أو نص مقدس إلهي له قراءات متعددة، لأنه عملية الهجرة من الجنوب إلى الشمال، كرد سوريا نقل من سوريا من أماكنهم إلى تركيا، الأماكن التي هاجروا منها. طبعا هذا الكلام هذا سلوك ممنهج مخطط. هذا سلوك إذا صرح به زعيم حزب لديه قواعد جماهيرية ولديه يعني نشاط عسكري سياسي عقائدي إعلامي، وصرح به وقت ذاك وأن النظام السوري راضي عن هذه الهجرة، هذا الكلام وعملية التهجير هذا أصلا تطهير عرقي. إذا كان طبعا في فترة من الفترات اتهمت منظمات دولية القسد وبيدا والوحدات الكردية بالتطهير العرقي ضد العرب، وكان كلاما مبالغ فيه يعني وليس صحيحا. ربما هنالك استهدافات لبعض القرى، لكن وصرح بها وقت ذاك ناصر حج منصور، واعترف واعتذر عن تلك واعتبرها حالات فردية وما إلى ذلك. وطبعا هذا موضوع آخر سأعود إليه، ولم يكن حالات فردية نهائيا. لحظة راح أحكي في هذا الموضوع، وسأذكر حادثة واحدة فقط.
أحد القيادات البارزة في قسد، وهي أذكرها أول مرة. في إحدى القرى المعارك على أشدها بين داعش والوحدات الكردية. الوحدات الكردية تمددت داخل إحدى القرى العربية، ويعني على وشك من تطهير هذه القرية من الداعشيين. طبعا الداعشيين كانوا ملغمين وكذا ومحضرين أمور لهذه المعارك، لكن سير المعركة وخطوات وامتداد المقاتلين الأكراد وقت ذاك كان يعني يقول أنه في خلال 24 ساعة 48 ساعة القرية ستتحرر. ضمن قوات قسد هنالك مركز لتحديد الإحداثيات وتزويدها لمركز إلكتروني، وتزويد هذه الإحداثيات للأمريكيين لكي يقصفوها. هذا القائد أتى وأمر الشخص الموظف في القسم الإلكتروني أنه إحداثيات، زود إحداثية هذه المنطقة أو هذه القرية للطيران الأمريكي، طيران التحالف. الرجل قال، الشاب اللي بيشتغل قال: يا هذا يا رفيق، رفاقنا هناك، ورفاقنا خلال 24 ساعة أو 48 ساعة من خلال المعلومات اللي عم تجينا هم المسيطرين، هم يتمددون وراح ينظفوا القرية من داعش، ولا داعي يعني الطيران الأمريكي سيدمر القرية ومن تبقى منها من مدنيين والداعشيين ورفاقنا. كان رد المسؤول والقيادي العسكري ردا حاسبا: نفذ ما تؤمر به، زود بهذه إحداثيات هذه القرية لطيران التحالف، لا تناقش في هذا الموضوع. وبالفعل الشاب الموظف زود الإحداثيات للأمريكيين، والأمريكيين قصفوا القرية وسووها تماما، سووها تمام. هذه جريمة حرب، هذه عينة من الانتهاكات اللي ساوتها قسد أو القوة أو مش قسد، المقاتلين الأكراد. المهم بصرف النظر عن التسميات العسكرية، والمسؤول العسكري اللي أمر بقتل حتى طيب على ما أذكر حسب ما وردني أنه المسؤول العسكري قال أنه رفاقنا سنعلنهم شهداء وخلاص، يعني المسألة محلولة. وبالفعل حزب العمال الكردستاني أعلن الضحايا اللي ساهم بقتلهم عن طريق تزويد إحداثيات القرية للطيران الأمريكي، أعلنهم شهداء. قصة حزب العمال الكردستاني مع موضوعة الشهداء هي لها ملف آخر راح أتناوله في في الفيديوهات، أحد الفيديوهات القادمة. إجمالا عملية التطهير العرقي اللي اتهم بها المقاتلين الأكراد من قبل المنظمات الدولية كان موضوع إلى حد ما مبالغ فيه ومحصور في عدة مناطق، لكن هل هذه الأحداث جرائم حرب؟ نعم، جرائم حرب. هل نفس الموضوع يعني تم تطبيقه على مساحات شاسعة من الأراضي ومدن وقرى مثل ما بتقول المعارضة السورية؟ طبعا مش صحيح هذا الكلام، مبالغ، لهيك عمول مبالغ فيه. إذن تصريحات أوجلان في 96 كمان فيما يتعلق بتهجير الكرد السوريين وإعادتهم إلى تركيا، يبدو أن هنالك خطة وممنهج، والنظام السوري راضي عن ذلك، يقولها بالحرف وبالنص. ولمن يشكك ينبغي أن يعود إلى كتاب نبيل ملحم ويرى هذا التصريح بالتفصيل، وسبق أن ذكرته في مقالات كثيرة عدة. يعني إذا يا سيد آلدر، يعني الحديث عن الانتصارات والمشاريع يا أبو المشاريع، يعني زعيمك كان عنده مشروع
بشكل أو بآخر تطهير عرقي فيما يتعلق بالكرد السوريين. تطهير عرقي، عملية التهجير الممنهج هي تطهير عرقي. تتهمون العرب؟ نعم. تتهمون الفصائل الإسلامية؟ نعم. تتهمون تركيا بارتكاب هذه الجرائم؟ نعم. لكن انظروا إلى أنفسكم وعودوا إلى تصريحات زعيمكم أيضا، سترون أنكم تقترفون نفس السلوك، والنظام السوري راضي عن ذلك بقول أوجلان، بشهادة أوجلان. ما يهمني يعني من كلام آلدار خليل هو يعني هذا القول. شو بيقول آلدار؟ إن روجافا لن تقف صامتة حيال الهجمات على الجريلا وباشور، يعني يقصد كردستان العراق. قبل عام ونصف العام بدأوا في زينورتي، منطقة كان يسيطر عليها العمال الكردستان، وحفتانين وقاري ومتينة وزاب وآفاشين، بدأوا هجمات الإبادة. الاحتلال التركي يرى الحل والخلاص من الهزيمة في مهاجمة حركة الحرية، يقصد حزب العمال الكردستاني، والجريلا تقاوم. ونحن في روجافا نعلم أن انكسار الجريلا أو عدم انكسار الجريلا أو عدم هزيمة تركيا، فإن روجافا يعني روجافا ترى أنه ينبغي لتركيا أن تهزم، فإن روجافا ومكتسباتها تزول. يربط مصير روجافا بهزيمة تركيا. هذا آلدار خليل. وأنا أتحدى رياض درار، شاهين كوباني، مظلوم كوباني، ومين من الإدارات السياسية يأتي ويرد على كلام آلدار خليل أنه لا، نحن في روجافا موقف، نحن ضد العنف وضد الحل العسكري، ونطالب تركيا بالركون للحل، يعني من الكلام الدبلوماسي المتوازن اللي بيحكي رجالات دولة، ما بيحكي يعني عناصر. يعني هذا الكلام كلام عنصر في حزب العمال الكردستاني، عنصر وعنصر متطرف، مش عنصر عادي كمان، يعني عنصر متطرف في حزب العمال الكردستاني. هذا مش كلام سياسيين. فليأتي السياسيين ويردوا على هذا الكلام إن كانوا يجرؤون على ذلك. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، على أساس آلدار صار له سنوات مكتوف الأيدي، ونقول أن روجافا لا علاقة لها بذلك. يعني الصراع الموجود بين الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني والهجمات التركية، أنه روجافا ينبغي أن يكون لها علاقة وتنخرط في العملية وإلى جانب العمال الكردستاني وضد الديمقراطي الكردستاني وضد الأتراك. هذا مش استجلاب للأتراك، هذا موقف واحد أو تصريح واحد يعني يصرح به ويحاول تجنيب شرق الفرات ويلات غرب الفرات، يحاول تجنيب كرد سوريا المزيد من الخراب والدمار في الصراع مع تركيا. هذا كلام يقال، هذا كلام جميل بعيق، هذا مش كلام آلدار خليل. آلدار خليل مجرد يعني ناطق، هذا حتى كلام آلدار خليل كمان يعني، لكن هذا الكلام لا يعبر نهائيا عن مصلحة كرد سوريا وعن مصلحة حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي ونقول أنه روجافا لا علاقة لها بذلك. إذا نجحت تركيا في مكان فإنها ستوجه الضربات إلى الأماكن الأخرى. قرار آلدار خليل القائد العسكري المقدام، وآلدار خليل لمن يعلم، وهذه معلومة أذكرها لأول مرة يعني فيما يتعلق، يعني ليست موضوع شخصي، يعني أنا أعلم أن الرجل أصيب أثناء تواجده في حزب العمال الكردستاني. وحتى في موضوع الإصابة يعني سمعتها من قيادات، منهم من فقد حياته مثل رستم جودي، وقيادات أخرى لن أتحفظ على ذكر اسمهم. يعني إصابة آلدار خليل يعني في يده أبعدته
عن العمل العسكري، وفترة تواجده أثناء العمل العسكري يعني لم تكن بتلك الفترة التي توازي فترة مظلوم عبدي وآخرين. يعني في يوم من الأيام يعني يمكن آلدار خليل كان عنصر أو جندي أو مقاتل عند مظلوم عبدي، والآن يعني حديث آخر. لا أريد الخوض في هذه المسائل، فقط أود القول أنه حتى إصابة آلدار خليل في المعارك داخل حزب العمال الكردستاني وعلى ألسنة قيادات الحزب يعني قيلت لي يعني في علامات استفهام حول هذا الموضوع. يعني إجمالا هذا ليس موضوعنا، إنما إطلاق هكذا تصريحات ليس فقط يعني لزوم ما يلزم فيما يتعلق بالتأكيد على عضوية آلدار خليل في حزب العمال الكردستاني وعلى أنه آلدار خليل ناطق باسم جميل بالغ، لا هذا ما موضوع. لكن هذا التصريح يضع شيخ آلي وجمال ملا محمود وأجنحة حزب التقدمي، ما بعرف مين حاليا رئيس التقدمي أو من تولى رئاسة التقدمي، وكل التيارات السياسية التي المنخرطة في سلطة حزب العمال الكردستاني في روجافا، أو التي تحاول أن تقدم أوراق اعتمادها، أو اللي من تحت الطاولة بتنسق. كل هؤلاء السياسيين تصريح آلدار خليل يضعهم أمام التزام، أما أن ينخرطوا مع هذه المسؤولية مع هذا الكلام وما يمليه ويقتضيه من حمل البنادق ضد تركيا والانخراط تماما في حزب العمال الكردستاني، وما أن يكون لديهم موقف عقلاني متوازن معتدل يحاول تجنيب كرد سوريا المزيد من الويلات، يحاول تجنيب كرد سوريا من الصراع الدائر بين الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني. ذكرتها يعني أنا على المستوى الأخلاقي والمبدئي يعني حزب العمال الكردستاني طغى وبغى في كردستان العراق وفي كردستان سوريا. من يجرؤ على قول ذلك من الرهط الثقافي والسياسي؟ لا أحد. حتى البدكسة والمثقفين البدكسة والأنكسة لا يجارون حتى في مستوى الأداء الإعلامي والتحشيدي لحزب العمال الكردستاني. أنتم العمال الكردستاني يجمع مثقفين ويجمع أدباء ويجمع كتاب وحملات تحشيد ضد الديمقراطي الكردستاني وضد مسعود بارزاني وضد قيادة إقليم كردستان العراق بشكل عام، حملات تحشيد عارمة. هل رأيتم بيانا صادرا من مجموعة مثقفين موجودين في الأنكسة والبدكسة تنديدا بهذا السلوك، تنديدا باحتلال حزب العمال الكردستاني لكردستان العراق، تنديدا بتطاول حزب العمال الكردستاني على كردستان العراق وعلى كردستان سوريا؟ ما في هيك شيء. يعني البدكسة والأنكسة لم يصدروا بيانا ثقافيا فيما يتعلق بكردستان سوريا وفيما يتعلق بكردستان العراق كنوع من الجانب المعنوي والتحشيدي. هذا أيضا يعني يشير ويكشف بل يفضح مستوى الأداء الثقافي والإعلامي في الأنكسة والبدكسة التي يعني تتشدق وتقول أنه هي مع النهج وهي مع التجربة البارزانية ومع كردستان العراق يعني شاطرين بس ياخذوا رواتب. يعني عبد الحكيم بشار شو عم يساوي؟ يعني شو النشاطات اللي عم يساويها في تركيا أو في أوروبا؟ أو مش بس يعني قد يقول قائل طيب يعني سفارات كردستان العراق الموجودة في أوروبا في بروكسل وفي باريس وفي ألمانيا وفي القنصليات الموجودة لم تفعل شيئا، فهل سيفعلها كرد سوريا؟ دائما يعني أيضا هذا كلام يمكن الأخذ به، لكن في تقديري حتى الآن سياسيا وإعلاميا وتحشيديا على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الداخلي حزب العمال الكردستاني متقدم
متقدم رغم أنه معركته على باطل. وقد بهذا الأداء الإعلامي حزب العمال الكردستاني يعني قلب الباطل حقا والحق باطل، وأظهر نفسه في كردستان العراق على أنه المظلوم المغبون المعتدى عليه الذي يعني تستهدفه المؤامرات الدولية والخيانة كل هذا النحيب والبكاء السياسي والتهديد والوعيد العسكري. يعني مع الأسف حاولت يعني أن أقول بعض من تفاصيل هذا المشهد الكردي باللغة العربية لكي يفهمها الكرد والعرب على حد سواء. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.